اليوم راح نحكي على هاتف بطاريه ضخمه 7600 ملي امبير، ديروا فيه معالج دبابه دايمنسيتي 8400 وتردد شاشه 144 هرتز مع كاميرات محترمه وجيده. الهاتف اللي معنا اليوم اللي هو فيفو ايكو زاد 10 تيربو، هذا الشيء كامل بسعر اقل من 250 دولار. جربت هذا الهاتف لمده وراح نعطيكم ايجابياته وسلبياته وراح نشوفوا هل يستحق الشراء ام لا. معكم كمان من قناتكم زاستور اونلاين ويلا نبداو. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه المراجعة الجديدة. اليوم معنا هاتف غير عادي واللي نعتبره من أقوى الهواتف في الفئة المتوسطة، فيفو ايكو زاد 10 تيربو، والسبب المواصفات القوية اللي مدة لنا هذا الهاتف مقابل السعر. واول حاجه راح نبداو بها اللي هو التصميم الخاص بهذا الهاتف. بالنسبه لظهر الهاتف راح يكون من البلاستيك، ولكن كي تهز الهاتف في يدك ما يبانش من البلاستيك، يبان وكانه زجاج، والملمس تاعو ملمس هاتف فخم. وزن الهاتف حوالي 212 غرام والسمك تاعو 7.98، يعتبر هاتف رقيق، والحواف تاعو راح تكون حواف حاده نوعا ما، وكي تشد الهاتف في يدك وقت مطول ما تحسش باللي راح يتعبك، يعني الشده تاعو مريحه. الهاتف يجي مقاوم للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP65، يمكن تركيب شريحتين ويدعم شبكات الجيل الخامس، ولا يوجد منفذ لبطاقة الذاكرة. وفي الخلف الهاتف راح نلقاو إطار بحواف دائرية في الناحية العلوية اليسرى، واللي راح يكون فيها الكاميرا الخاصة بهذا الهاتف، ودائرة صغيرة واللي هي الفلاش. والآن نمر للشاشة واللي نعتبرها من أكبر نقاط القوة في هذا الهاتف. أول حاجة الشاشة هذه راح تجينا مسطحة، وأنا نفضل الشاشة المسطحة على الشاشة اللي تكون بالحواف اتش. الحواف تاع الشاشة تجي رقيقة خلاص، وتحسك كأنك ماسك شاشة كاملة في يدك، لأنه نسبة الاستحواذ على الشاشة 89%. نوع الشاشة أموليد بتردد 144 هرتز، رقم كبير بالنسبة لهاتف في الفئة المتوسطة. أما بالنسبة للسطوع تاع الشاشة 4400 نيتس، الشيء اللي يخليك تشوف الهاتف في سطوع الشمس بشكل عادي، وما لقيتش معاه حتى إشكالية كي كنت تخدم به برا. بالنسبة للبصمة تأتي مدمجة في الشاشة، والمكان تاعها في الأسفل خلاص. بالنسبة للسرعة تاعها كانت مليحة، ولكن كي تخدم بها بوقت مطول تحس أنه المكان تاعها لو كان جاء أعلى كان يكون أحسن، لأنه كتهبط الإصبع تاعك للأسفل تحس وكأنه الهاتف راح يطيح من يدك، فديما لازمك تحاذك تكون تخدم بالبصمة، وفي بعض الأحيان ما تستجيبش من المرة الأولى. والآن نمر للعتاد والسوفت وير الخاص بهذا الجهاز. راح جينا بنظام تشغيل اندرويد 15. اما بالنسبه للرام والذاكره هتجيب عده نسخ، والنسخه اللي عندي اليوم اللي هي 12 جيجا في الرام و256 جيجا في الذاكره الداخليه. اما بالنسبه للمعالج واللي يعتبر من نقاط القوه في هذا الهاتف اللي هو دايمنسيتي 8400، المعالج هذا نقدر نقارنه بمعالج سناب دراجون اللي هو 8 جين 2، واللي يتفوق عليه معالج دايمنسيتي في بعض النقاط. المعالج هذا في التصفح العادي واستخدام التطبيقات مش راح تلقى معاه اي مشاكل. اما بالنسبه للالعاب جربت على لعبه ببجي وكال اوف ديوتي واسفالت، كانت تجربه قويه جدا، خاصه انه المعالج قوي وتردد شاشه 144 هرتز، الشيء اللي راح يمد لك سلاسه في اللعب وتجربه قويه. بالنسبه للعبه ببجي مشات لي على 60 اف بي اس كحد اقصى، في الاعدادات ما طلعت ليش 90 اف بي اس، ممكن بتحديث قادم راح تكون الميزه هذه تتوفر، ولكن في لعبه كال اوف ديوتي مشات لي على 121 اف بي اس كحد اقصى. وكي تدخل اي لعبه راح تجيك واحد القائمه في الناحيه اليسار فيها العديد من الاعدادات، كيما تضغط هنا على بيرفورمانس وتخير هنايا مونستر، وهنا الهاتف راح يشتغل على اعلى اعدادات باش تعيش تجربه لعب رائعه. وفي القائمه هذه فيها العديد من الاعدادات والمزايا، منها ميزه تغيير الصوت اللي تقدر بها تغير صوتك عند اللعب. والشيء اللي لاحظته لمده لعب حوالي ساعه انه الهاتف ما ارتفعش درجه الحراره تاعو، مع اني مانيش داير غطاء الحمايه. قص درجه الحراره تاعو في البدايه كانت 36 درجه، وبعد ما كملت اقصى درجه حراره اللي هي 37 38 درجه مئويه، وهذا الشيء يعطيك تجربه جيده عند اللعب، خاصه انه درجه الحراره كتكون مرتفعه راح تاثر على الهاتف وتاثر على اليد تاعك عند اللعب. والان نمر للكاميرات. بالنسبه للكاميرات في هذا الهاتف راح تجينا كاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.5، وراح تدعم تصوير فيديو كحد اقصى 1080 بي 30 اطار في الثانيه. جربت بعض الصور بهذه الكاميرا في الإضاءة الجيدة وفي الإضاءة الضعيفة، وهذه هي النتيجة أمامكم، ويعتبر أداء مقبول من كاميرا في هذه الفئة السعرية. أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فنجد كاميرتين. الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، تدعم التثبيت البصري OIS. أما بالنسبة للكاميرا الثانية للعمق وتجيب دقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. بالنسبة للكاميرا الرئيسية في الإيكو زد تيربو كان مفاجئ الصراحة، الصور كانوا يخرجوا بتفاصيل دقيقة
دقيقه ودايناميك رينج كان جيد. وبالنسبه للالوان تحسها طبيعيه مش مبالغ فيها. وهذه بعض الصور اللي صورتها في اماكن مختلفه واوقات مختلفه في النهار وفي الليل. بالنسبه للتركيز التلقائي كان سريع ودقيق، والعزل كان يعطيك نتيجه جيده. هناك نقطه سلبيه بالنسبه لي تعتبر نقطه محبطه في هذا الهاتف، واللي هو لا يحتوي على الكاميرا الواسعه. فمن المؤسف انه هاتف مثل هذا لا يحتوي على الكاميرا الواسعه. على بالي كاين اشخاص ما يستخدموش هذه الكاميرا خلاص، ولكن بالنسبه لي الهاتف لازم تكون فيه كاميرا واسعه. اما بالنسبه لتصوير الفيديو في هذا الهاتف راح تقدر تصور بالكاميرا الرئيسيه حتى جوده 4K، وهذا مقطع قمت بتصويره بهذا الهاتف. والان راح نمر لبطاريه هذا الهاتف. وفيفو قررت انها تحط فيه بطاريه ضخمه بحجم 7620 ملي امبير. تعتبر بطاريه ضخمه خاصه مع المعالج اللي ما يستهلكش طاقه كبيره، اللي يجي بدقه 4 نانومتر. البطاريه هذه راح تكمل معاك يوم ونصف او يومين اذا كان الاستخدام العادي. والهاتف راح يجينا معاه شاحن سريع بقدره 90 واط، الشيء اللي يخلي البطاريه تشحن بسرعه. بالنسبه لجوده الصوت في هذا الهاتف راح يجينا بسماعات ستيريو. جوده الصوت كان نقي وقوي، والهاتف لا يحتوي على منفذ جاك 3.5 ملم. وفي الاخير سعر الهاتف اللي راح يكون في علي اكسبريس بسعر $250 في الوقت اللي راندير فيه في هذا الفيديو. بهذا السعر راح تتحصل على هاتف ببطاريه ضخمه 7600 ملي امبير، معالج قوي وشاشه اموليد بتردد 144 هرتز. وبالنسبه للكاميرات كان الاداء تاعها جيد. نقطه سلبيه واحده واللي هي عدم وجود الكاميرا الواسعه. في رايي في هذه الفئه السعريه يعتبر احسن اختيار. وخلي لي رايك في التعليقات. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. واذا وصلت هذه اللحظه ما تنساش دير اعجاب وتشترك في القناه اذا ماكش مشترك، وتخلي تعليق. كان معكم كمال من قناتكم زاستر اونلاين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.